نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز بيان رسمي بانفصاله عن زوجته وأم بناته آن الرفاعي. وقال أحد المقربين من الثنائي كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي قاموا بعدة محاولات في الأيام الماضية في أن يتواصلوا للصلح بين الثنائي قبل الطلاق الرسمي، ولكن الثنائي اتخذ القرار وفشل الثنائي في التواصل لحل يرضي الطرفين. وأعلن منذ دقائق كريم محمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع انستجرام عن طلاقه رسميا من زوجته آن الرفاعي. وكتب كريم محمود عبد العزيز: الطلاق شرع ربنا، أكن الأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل هي أم بناتي وأنا أبوهم. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبدا إن في حد فينا يعيبه شيء، لكن في علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتب لها كده، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام. وقال أكيد ما كنتش أحب أوصل للحل ده، لكن دي إرادة ربنا ومفيش أي شخص جات سيرته مؤخرا كان له دخل بالمشاكل دي تماما، لا من قريب ولا من بعيد. البيوت أسرار، وما كنتش أفضل تماما أتكلم عن حياتي الشخصية احتراما لكل الأطراف، لكن تقديرا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح. وكانت نشرت إحدى المواقع إن نجل فنان شهير ترك منزله بعد خلافات كثيرة مع زوجته بسبب علاقة عاطفية تجمعه بفنانة شهيرة. وسبق وانتشر إن فنان شهير ونجل نجم كبير عاد إلى حبيبته الفنانة بعد انفصال دام شهرين، وقرر الثنائي أن يعودوا لبعضهم في ظل تكتم كبير من الثنائي، خاصة مع الهجوم الذين تعرضوا لهم من قبل الجمهور.